هتعمل ايه لو انت راجع بالليل من عند الترعة وسمعت صوت مألوف عليك بينادى عليك باسمك؟ يا علي تعالى. هتروح ليه ولا هتهرب؟ بس خليني اقولك انك لو رحت ليه وربنا كتب لك عمر جديد ترجع مجنون، ولو سيطرت عليك هيلاقوا جثتك تاني يوم على وش المية. أسطورة النداهة زيها زي أي أسطورة، وأكيد ليها أصل. وأصل أسطورة النداهة يقال إنه بادئ من الصعيد، في قرية عادية. كان في بنت في غاية الجمال، كل الشباب اللي في القرية بيحلموا إنها بس تبص عليهم أو تنادي عليهم باسمهم أو تطلب مساعدتهم. بس المفاجأة إن البنت دي في يوم لقوا جثتها عند الترعة، وبدأ بعد كده يظهر حاجات غريبة في القرية. كل فترة يلاقوا جثة راجل عند الترعة، فقالوا إن روح البنت دي غضبانة وسيطرت على الترعة، وبقت تنده على الرجالة بأسمائهم عشان تاخدهم لعالمها. وأول تجربة معانا لشخص اسمه عم سعيد. عم سعيد بيقول: أنا كنت راجع من فرح أنا ومراتي، والطريق اللي بيودينا للبيت عند الترعة، ففي ظل ما احنا ماشيين وبنتساير أنا ومراتي سمعنا صوت من ورانا، صوت ست. صوت ست صوتها حلو قوي وبتنادي عليا باسمي. أنا مجرد ما بصيت عليها لقيت بنت في غاية الجمال، وشها بينور ولابسة فستان أبيض واسع، وحسيت إنها طايرة على الهوا. مجرد ما عيني جت في عينها أنا حسيت إن أنا نسيت الدنيا خالص. مراتي بتقول إنها قعدت تصرخ وتقول لي: ارجع، النداهة ندهتك. ومصحتش إلا ومراتي نازلة تلطيش على وشي. وأول ما فقت لقيت البنت اللي أنا كنت ماشي وراها بقت في الترعة، ومش ظاهر منها غير راسها بس. وبصت لمراتي بغضب وقالت لها: انت المرة دي أنقذتيه، بس المرة الجاية أنا هاخده معايا. وبصت عليا وضحكت ضحكة مخيفة. بعد الموقف ده أنا فضلت 10 أيام كاملة بسمع صوتها كل يوم بالليل وهي بتنادى عليا. بس في اليوم العاشر أنا لقيت جثة مراتي عند الترعة. والتجربة التانية لست من قرية في الدقهلية واسمها أم سعيد. بتقول: زمان ما كانش فيه نور، وقبل مواسير المية ما توصل القرية بتاعتنا، فكنت كل يوم أنا والستات نتجمع قبل الفجر ونروح نملى مية من القرية اللي جنبنا. فبتقول: أول ما النهار بدأ يطلع أنا قلت لهم أنا هرجع عشان أصحي ولادي. وفعلا رجعت بيتي وصحيت ولادي ولبستهم وفطرتهم وراحوا للمدرسة. بس الساعة 9 الصبح أنا لقيت الجيران ملمومين عليا وبيقولوا لي: هو انت لما رجعت تاني رحت فين؟ قلت لهم انا ما رجعتش، ومن وقت ما دخلت بيتي ما خرجتش تاني. فقالوا لي: ازاي انت رجعت لينا وقلت لنا انا عارفه مكان تاني نملى منه ميه وبسرعه؟ فمشينا وراكي، بس انت اخدت طريق غريب وكان مقطوع وواصل عند الترعه، بس فجأة انت اختفيتي من قدامنا. احنا خفنا تكوني وقعت في الترعة او غرقتي، فجينا جري عشان نقول لجوزك ونلحقك. قلت لهم انا ولا خرجت ولا طلعت ولا رجعت ليكوا تاني. والتجربة التالتة لمزارع اسمه عم جمعة. عم جمعة بيقول: زمان قبل النور وقبل الكهرباء مجرد ما المغرب يأذن بتبقى الشوارع سواد، وعشان نتحرك بنتحرك بالشمعة أو القنديلة. ومش عارف انتوا عارفين القنديلة ولا لأ. الساعة 11 بالليل أنا رحت أرضي عشان أروي الأرض بتاعتي، وطبعا أنا أسمع عن النداهة وإنها بتطلع على المزارعين. في وسط ما أنا بروي الأرض وبفتح مسارات للمية سمعت صوت أمي اللي متوفية من 3 سنين بتنادى عليا. أنا كنت متأكد إن دي مش أمي لأن أمي اتوفت، بس مجرد ما بصيت عليها أنا اتخطفت. أنا خرجت من الواقع وبقيت بمشي في الطين
رجل ورا التانية وانا ماشي وراها ومغيب، لحد ما رجلي غرزت في الارض ووقعت على وشي. وهنا انا فقت تاني وطلعت جري على البيت وانا بقرأ كل الاذكار وكل القرآن، بس لمدة اسبوعين كاملين كل يوم بالليل الساعة 11 بسمع صوتها في مخي وهي بتنادي عليا وبتقول لي يا جمعة تعالى. كل القصص اللي انا قلتها لك دلوقتي قصص موثقة وموجودة في كتب ومصادر كتير، ومنها العادات والتقاليد المصرية للكاتب الكبير أحمد أمين. فلو سمعت تجربة زي دي عن النداهة قولها لي في الكومنتات. ولو حابين ان احنا نعمل قصص زي دي مثلا عن عائشة كنبيشة اكتب لي في الكومنت. اشوفكم في فيديوهات جاية جديدة. سلام.